مساء الخير والخيرات. وصلنا هنا عند موسم التلال اسمه تلال فيليج. بوريكم اياه ونقعد نتمشى فيه ونشوف ايش فيه ايش ما فيه. وصلنا هنا عند مسجد الراجحي، يعتبر من المساجد الكبيرة مرة في مكة. ما شاء الله تبارك الله، مكان مرتب ونظيف، مرة نظيف على الزحمة اللي فيه، بس نظيف ومرتب مرة. هنا هذه البوابة، أول ما تدخلون تحصلون هنا منطقة الكافيهات، منطقة كبيرة وموجودة فيها كل أنواع الكافيهات. المكان هنا مرة زحمة، مرة زحمة. المفروض هذه منطقة جالسين فيها العوائل، كل يجيب من عنده أغراض من البيت، الفرشة حقته ولا القهوة وهذه الأشياء، بس زحمة مرة زحمة، ما في أي مجال أقعد. هذا هنا ستاند حق تصوير، بعضهم يوقفون هنا ويصورون. هنا هذه محلات كثيرة كلها بوثات. بندخل هنا هذا المكان نشوف ايش فيه عندهم. طبعا أحب هذا المكان مرة، وأحب المعطرات، وكل فلوق تقريبا أروح أخذ لي منه. بس شوفوا في أشياء هنا تصلح للهدايا، شوفوا كيف حجمها، ترى حجمها صغير، شوفوا كيف. هذه شموع أخذت منها بفلوق السابق، كان 3 حبات أتوقع ب100، كان عرض مرة جبار، بس ما أدري باقي موجودة العرض هنا ولا لا. طبعا أنا أخذتها من محل في جدة، وهذه هنا بالنسيم في مكة. هذه منطقة البوثات، بنروح عندهم ونشوف ايش عندهم. حصلت هذا بوث حق اكسسوارات، مدري واضحة بالتصوير او لا، بس عندها اشياء مرة حلوة ورهيبة. اي شيء، هذا اكسسوارات وخواتم حلوة اشكالها، سلاسل. رايحين على البوث الثاني حق عطور وحق مسك واشياء. المسك الأبيض، وهذا مسك توت، وهذا الرمان. هذا بإيش؟ هذا مسك بودر. أعطيني من هذا واحد. تبغين الربع؟ هذا مج حلو مرة حلو، مكتوب عليه مكة، ومن هدايا الحرمين. في لون ثاني من هذا صح؟ في هذا الأسود، وفي الأحمر والرمادي. طبعا بغيت أشتريها، قال لي عادي ننحت الاسم من ورا من هنا، فقلت له اكتب اسمي، لكن بعد الصلاة إن شاء الله نسويها. في مصاحف هنا ما شاء الله تبارك الله مع السجادة حقتها. بكم المصحف؟ مصحف 35. الصغير 25. 25 الصغير. وين الصغير؟ هذا مع الكتابة. طبعا المج اللي أخذته طلبت عليه يكون كتابة يحفرون اسمي، فقال لي الخطاط جوا، وراحوا بيوديني عند الخطاط حتى يكتب. شوفوا أشياء الخريف مرة حلوة، ما أدري هذا برسيم حقيقي ولا لا. اي والله حقيقي برسيم. حلو المدخل مرة حلو. هذا شكل المج بعد الكتابة، كتبت اسمي. المفروض اني بغيت اكتب اسم القناة، بس ما يكفي المساحة، ما تكفي. هذه مراجيح، بس ما ادري يقدرون يلعبون فيها ولا لا. هذه نوافير بس صغيرة.
هذا البوث الثاني، هذه اشتكارات. أفكر أخذ لي ممكن هذا، في أشياء كثير حلوة مرة. هذا بوث ثاني حق مكياج، فيه ما شاء الله أشياء مرة حلوة. هذه المناكير، هذه أرواج ولا مرطب حق شفايف. هذا محل يبيع نكهة ويبيع إيس كريمات، والزحمة كلها عند محل البطاطس. كنت بشتري بس ما دام انه زحمة كذا وانتظار ما عاد ابغى. معليش اسحب كلامي، صفيت بالزحمة واخذت. دخلت جوا الفندق، المفروض انه تكون في بوثات بس باقي ما هي مستأجرة. هذا هنا محل اكسسوارات وهدايا، وهذه هنا تقريبا في هنا برضو كوفيهات، بس ما اقدر عوايلة ما اقدر اصور. حصلت هذا البوث يبيع ورق عنب وملفوف، برضو فيه هنا مسخن ما شاء الله تبارك الله. اذا جيتم ادخلوا جوا تحصلون عند الباب مباشرة، وهذا مكانها هنا، هذا عند الباب. هذا ورق العنب اللي اشتريته من البوث، بجربه واعطيكم رأيي فيه. مبدئيا شكله مرة يشفي، سبايسي، طعمه مرة حامض ومرة سبايسي. طعمه حلو مرة حلو، بس انه سبايسي مرة سبايسي يعني ما قدرت عليه، بس حلو والله مرة حلو ما شاء الله تبارك الله. طبعا دخلت جوا وحصلت الشركات كلها المعروفة حقت الأسواق، حقت الملابس وحقت هذه، فقلت بطلع برا وأشوف لي كوفي. ما شاء الله الناس كل ما لهم إلا يزيدون، مرة مليان المكان وزحمة. طبعا ما حصلت مكان في الكوفي، أخذت طلبي وطلعت برا، قاعدة أدور على مكان أقعد فيه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.